السلام عليكم. مرحبا بكم في حكاية قبل النوم. المرجو الضغط على زر الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لإعطاء المزيد. كان يا مكان في قديم الزمان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن. في واحد البلاد بعيدة زوينة وهانية على ضفة ديال واحد الواد صافي، كان عايش واحد الحطاب طيب القلب كيعيش مع مراتو وبناتو في كوخ صغير. رزقهم الله سبحانه 3 البنات، زبيدة، سهام وراغد. الحطاب يا سيدي كان كل صباح كيهز الفاس ديالو ويمشي للغابة يجمع الحطب اليابس، ومن بعد كيمشي للسوق يبيعو باش يجيب رزقو للدار، الخبز والزيت وشوية الماكلة. كان فقير ولكن قانوع، هو ومراتو ديما كيشكروا الله رغم الضيق والجوع. ولكن زبيدة البنت الكبيرة كانت كتشوف راسها بزاف، دايره جمالها مرآة وكتقول انا غادي نعيش في الترف. كانت ديما توقف قدام المرايه وتقول انا اجمل وحده بين البنات وغادي نلقى راجل غني ويعيشني في الافراح والمسرات. اما سهام البنت الوسطانيه كانت كتعشق بطنها وكتمشي في طريق الشبع، ما كان يهمها والو غير الماكله، وكل نهار كتفكر في شنو غادي تطيب. اما يا سيدي الصغيره راغد فهي زهره قلبها عامر برده ويديها ديما في الخدمه، كتعاون امها وتقول يا ربي شكرتك على اللي عطيتي. كان عندهم خدمه وحده كيديروها بجوج، كيمشيو للنبع باش يجيبوا الماء، ولكن زبيده وسهام كانوا كيتسناو النهار يطل باش يخرجوا ويعرضوا جمالهم قدام اللي غادي واللي جاي. كان الحلم ديالهم يتزوجوا شي رجال اغنياء يركبوهم في العماريه ويعيشوا في الاموال والغنائم. في نهار من النهارات خرج الحطاب كيعاتو يجمع الحطب، شاف قدامه منظر غريب، الفها كحله طويله وكبيره باغيه تطلع الشجره تهجم على عش ديال الطيور الصغار. الحطاب شاف المنظر وتحمس، شد الفاس ديالو ورماه على اللفعه، قتلها في الحين ونقد الفراخ من الهلاك المبين. الطير يا سيدي شاف الحطاب وفهم باللي هذا الراجل الطيب نقد وليدات ديالو، طار حدا الحطاب وقال ليه تبعني عندي لك واحد العجب هدية على هاد العمل الطيب. الحطاب يا سيدي عينيه تسرحوا وقال الطير كيهضر، ومشى تبعو وقال في بالو يمكن فيه خير. مشى الحطاب وراح حتى وصلوا شجرة كبيرة وقال للطير وراه هاد الشجرة كاين كهف، ادخل وغادي تلقى رزقك اللي تستاهلو. الحطاب مشى حتى وصل للكهف، لقاه مظلم مسلس، ولكن قطع غصن وشعلو باش يضوي العتمة اللي كانت قدامه. ملي ضوات شاف مراية كتلمع بحال القمر في ليلة مظلمة، شدها وقال هاد المراية غادي تفرح زبيدة. ولكن الغريب غير ذكر سميتها شافها قدامه جالسة في بيتها كتمشط شعرها قدام المراية. الحطاب تحبس في بلاصتو وقال اش هادشي، واش هاد المراية سحرية، واش كتوريني اللي كنبغي غير نقول سميتو؟ قال مع راسو نجرب نشوف مراتي. ومن بعد لحظة شاف مراتو كتخدم في البيت بكل نشاط وهمة. فرح الحطاب وقال هاد المراية غادي تعاوني نعرف شنو كيدور في الدار بلا ما نقول لشي حد. كل مرة كان كيمشي للكهف كيشوف في المرايا ويفهم باللي زبيدة وسهام دايرين غير في راسهم، اما راغد مسكينة هي اللي كتشقى وتخدم في الدار. في واحد النهار من نهارات الحطاب مرض ومشى في الطريق اللي ما من نهار رجوع قبل ما يموت نادى على مراته وقال لها سري راه في الكهف
وخليه سر بينك وبين الله. ودع الحياة وخلى العائلة حزينة. الأم مسكينة كانت كتحاول تجمع الشمل، ولكن زبيدة وسهام بقاو في حالهم. أما رغد الصغيرة قلبها كبير، بدات كتخدم بلا كلل ولا ملل. الزمان داز والايام كتجري. رغد الصغيرة بقات كتخدم بلا ما توقف، تجمع الحطب تبيعو في السوق وتعاون امها في كل شيء. ومع الايام بدات حالتها كتسوء، وجهها ولا شاحب، والجوع والعيا كلاو من صحتها. اما زبيدة وسهام كانوا عايشين حياتهم مرتاحين، لا شغل لا مشغالة، غير كيخرجوا النبع كيعرضوا جمالهم قدام المرة. وفي نهار من نهارات وهما في النبع شافوا واحد الشاب على فرس. العطش غالب عليه، طلب منهم شوية الماء. زبيدة ما رضت دغيا تعطيه الماء. الشاب تعجب بجمال زبيدة وبدا كيهضر معاها بلطافة. كلامو كان بحال السكر، وهي قلبها بدا يدق بحال الطبل. قال لها: واش ممكن نعرف فين جات داركم؟ زبيدة جاوباتو وحكات لي على الفقر وعلى عائلتها. الشاب عجبو الحياء ديالها وقال لها: انا بغيت نجي نخطبك. فرحت زبيدة فرحة اللي ما كتوصف. رجعت للدار كطير من الفرحة وحكات لامها كل شيء. الام فرحات، ولكن فرحتها كانت مخلطة بالحزن، حيت تفكرات الاب ديالهم اللي تمناتو كان حاضر في هاد اللحظات. اما سهام يا سيادي كانت كتقطع بالحسد وكتقول في راسها: علاش ما نكونش انا اللي نتزوج بشي راجل بحالو. الشاب فعلا رجع وخطب زبيدة وتزوج بها وخداها معاه لقريته، وخلى الام وبناتها في كوخهم الصغير. الام بقات كتفكر: بغيت الخير لبناتي، ولكن يا حسرة بقات غير غاد كتخدم عليها والهم كيتزاد على كتافها. دازت الايام وزبيدة ما بغاش ترجع تزور العائلة، لا رسالة ولا خبر. الام مسكينة كانت كتشوف في الباب كل نهار، كتقول: يمكن ترجع بنيتي اليوم، ولكن ما كاين غير الصبر والحسرة. اما سهام بقات في كوخهم الصغير كتحلم بشي راجل كيف راجل اختها، وكان الحسد كياكل قلبها. واحد النهار وهي في النبع جا شاب واحد اخر يطلب منها شويه د الماء، وهضر معاها وسهام ما صدقاتش، عجبها الحال وبقات كتشوف فيه بعيون فيها الحياء. الشاب جا خطبها حتى هي من بعد وتزوج بها وخداها بعيد على الام ديالها ورغد، خلاهم وحدهم في داك الكوخ الخاوي. الصغيرة رغد يا حبابي هي اللي بقات في الساحة، كانت كتخدم ليل ونهار، تجمع الحطب وتبيعه في السوق وتهز الدار على كتافها وما كتشكاش. لكن هي في واحد النهار كانت كتجمع الحطب في الغابة، زلقات رجليها وطاحت على الارض، بقات كتغوت من الحريق اللي جاها وما قدتش تحرك رجليها. في ديك الساعة كان واحد الشاب في الغابة وسمعها، وكان كيجر الحمار ديالو محمل بالقصب. قرب ليها وقال: شوفي انا غادي نعاونك توصلي للدار. ركبها على حمارو وجابها حتى للكوخ. من بعد بدا كيعرف حالهم، كل نهار كيرجع باش يتفقدها ويشوفها كي بقات، ويعاون في الشقة ويوصل الحطب للسوق. مع الوقت يا سيادي الشاب نوى انه يتزوج برغد، حيت شاف الطيبوبة ديالها وتفانيها وطلب الزواج منها. والام فرحت بزاف وقالت ليه: مرحبا بك، الا بغيتي بنتي رغد
خاص يكون بحالها، القلب كبير والأخلاق الزينة. تزوجوا يا سيادي، والشاب اللي سميتو فرحات قرر يعيش معاهم باش ما يخليهمش بوحدهم. راه غدا بقات كتعاون الام ديالها، ولكن قلب الام بقى مشغول على زبيده وسهام اللي غابوا وما بانوش. فاش شافت بلي ما كاين لا خبر لا رساله، قالت في بالها غادي نشوف المرايه السحريه. مشات يا سيدي للكهف وشدت المرايه وقالت وريني زبيده. المرايه تحركات وظهرت زبيده قدامها، كانت جالسه في بيت كبير، كتلبس الذهب وكتسرح في شجرها. دموع الام هبطوا من كسرة الفرحه اللي جاتها، وقالت الحمد لله بنتي بخير. ولكن بقات كتشوف حتى بان لها راجل زبيده كيعاتبها وكيقول لها كتجلسي قدام المرايه وما كديها لا في الدار ولا في حتى شي حاجه. جاوباتو زبيده ما خصنيش نخدم، عندي الخدم اللي غيديروا كلشي. وملي سولها واش ما بغيتيش تزوري امك، ردات عليه ببروده علاش؟ واش بغيتيني نرجع لفقرها؟ انا هنا مرتاحه. الام اللي كانت كتسمع حطت المرايه من يديها وقالت لا، ما يمكنش زبيده، مستحيل تقول هادشي، يمكن المرايه كتكذب. طلعت النفس وقالت نشوف سهام. ذكرت سميتها والمرايه تحركت مره اخرى. سهام ظهرت في بيت زوين، ولكن عايشه في الوحده. راجلها كان يدخل ويخرج وما يهضر معها بزاف، وحتى هو قال لها علاش ما تمشيش تزوري امك. ولكن سهام ردات بنفس البروده انا هنا بخير، عايشه في هاد العز وما بغيتش نرجع نشوف الفقر. الام يا سيادي قلبها تحرق وقالت بناتي نساوني، المرايه هادي كتقول الحق. قررت تمشي لعندهم باش تتاكد بعيونها. مشات يا سيدي الام عند زبيده هي الاولى، دقات الباب وخرج الخادم وقالت ليه قولي لزبيده راه امك جايه تزورها. الخادم مشى ينادي عليها، ولكن زبيده قلبها كان حجر. غوتت عليه وقالت طردها، انا ما عندي ام، يمكن غير شي ساعه باغيه شي صداقه. الام سمعت كلامها، هادشي صحيح؟ واش بنتي زبيده كتقول هكا؟ تأسفات وتألمت الام ورجعت كتجر رجليها والدموع في عينيها، قلبها تكسر بحال الزاج. مشات من بعدها عند سهام، ملي وصلات ودقات الباب سهام خرجت ليها وعيطات لها تدخل. الام قلبها فرح وقالت الحمد لله سهام استقبلتني. ولكن بعد شويه سمعت راجل سهام كيقول لها ما تجيبيهاش لهنا، احنا ما خصنا نزيدو حتى واحد يعيش معنا. وسهام كتجاوبو غير تغدى وترجع تمشي، ما كاين مشكل. الام سمعت كل شيء وخرجت بلا ما تهضر، رجعت للكوخ ديالها وعينيها مدمين وقالت ما بقى عندي غير رغد. وفي اخر النهار قالت الام نشوف المرايه ونطمن على بنتي رغد. ذكرت سميتها والمرايه وراتها رغد كتعيش في كوخ بسيط مع راجلها فرحات. رغد كانت كتهضر مع راجلها وكتقول له بغيت نزور مي، شحال توحشتها. ولكن فرحات جاوبها ما نقدرش نخليك تمشي دابا، راه خاصني نبقى حدا الاب ديالي مريض. رغد سكتات ولكن عينيها كانوا عامرين بالدموع. الام يا حبابي فرحات وقالت نور عيني هي رغد، طيبه ما كتغيرش وربي عطاني فيها البركه. قررت تمشي تزورها، جمعت قوتها في الصباح
ومشات للكوخ ديال رغد. غير دقات الباب حتى خرجت عندها وعينيها عامرين بدموع الفرحة. حضنات امها وبكات. فين كنتي يا امي؟ شحال توحشتك. حتى فرحات خرج وسلم على الام وقال لها مرحبا بك في دارنا. الام بقات عايشه مع رغد. الكوخ كان بسيط ولكن المحبه اللي كانت فيه عامره. فرحات كان راجل بمعنى الكلمه، كيعاون رغد وكيهتم بالام ديالها. ديك الابتسامه اللي كانت غابت على وجه الام رجعت مع الايام. ولكن الام بقات كتفكر في داك السر اللي خلاها راجلها الحطاب الله يرحمه. قالت في بالها راه هاد الصندوق اللي في المغاره فيه الخير ولازم رغد تعرف عليه. في نهار من النهارات الام جمعت رغد وراجلها وقالت لهم الصباح غادي نخرجوا لواحد البلاصه، خاصكم تجيو معايا. فرحات قال لها عندي خدمه الصباح. ولكن الام ردات عليه هاد المره خاصك تعتذر، راه شي حاجه اللي غادي تبدل حياتنا كامله. صباح بكري الام شدات عصاها وفرحات شد الحمار ورغد تبعاهم. مشاو حتى وصلوا للغابه. وصلت الام ووقفات قدام ديك الشجره الكبيره اللي كان الحطاب حكى ليها عليها. قالت ليهم ورا هاد الشجره كاين كهف، تبعوني. دخلوا للكهف. الظلام كان مظلم ولكن الام كان جايبه معها شمعه، شعلتها وضوى المكان. وصلوا للصخره اللي كان فيها المرايه وقالت لهم هنا السر اللي خلاه راجلي قبل ما يموت. فرحات قال غير هاد المرايه؟ ولكن الام ضحكت وقالت هاد المرايه راه سحريه ولكن راه وراها صندوق. الام طلبت من فرحات باش يحيد الصخره. غير هو دفع الصخره هو يبان واحد الصندوق كبير. فرحات فتح الصندوق والمفاجاه كانت قد الدنيا، ذهب وفضه وجواهر كتحرق العين من اللمعان ديالها. راه دهشات وقالت امي هادشي كله كان هنا؟ الام جاوبات راه راجلي مسكين عمرو ما عرف به، كان فكر غير يطمن على عائلته ولكن ما بغاش يقلب على الرزق. راه غدا بقات كتشوف الام ديالها وقالت لها امي واش هادشي ديالك انت اللي شقيتي وعانيتي عليه؟ لكن الام ردات لا بنتي هادشي ديالك، انت اللي وقفتي معايا وانت اللي تستاهلي كل الخير. فرحات هز الصندوق فوق الحمار وقال لهم هاد الكنز غادي يبدل حياتنا ولكن بلا ما يبدلنا حنا نبقاو ناس قانوعين وقلوبنا عامره بالخير. رجعوا للكوخ ديالهم وفرحات بدا كيبيع من الذهب شويه بشويه بنظر زوينه بحال قصر صغير. مع الوقت فرحات دخل التجاره ولا معروف في البلده بالكرم ديالو، كيعاون الفقراء والمساكين. اما رغد بقات ديما حدا امها كتخدم عليها بعنايه ولا ام كتعيش في وسط المحبه. في نهار من النهارات في باب القصر بانوا زبيده وسهام. كانوا عيانين وملامحهم كل تعب وحزن. الام مشات عند الباب وشافت بنتها لاول مره من بعد سنوات، ولكن كان واضح ان الحال تقلب عليهم. زبيده طاحت على رجل الام ديالها وكتقول سمحي لي امي، الراجل ديالي خسر كل شيء وخلاني بوحدي. وسهام حتى هي كانت كتقول سمحي لي، حتى راجلي سرقوه ومن بعد حتى عقلو ضاع. الام يا سيادي قلبها تحرق عليهم وما حقداتش، حضنات بناتها وهي كتبكي وقالت لهم بناتي الدنيا دارت عليكم ولكن داري مفتوحه وغادي نبدا صفحه جديده معكم.
راه غاد حتى هي فرحات برجوع خواتاتها وقالت حنوا على بعضياتكم، راه الأسرة هي اللي كتبقى. من تما عاشت العائلة كلها مجموعة في القصر. راه غادو فرحات بقاو كيعاونوا الأم، والأخوات خدموا يديهم وبدلوا حالهم ورجع الحب بيناتهم. وهنا يا سيدي تسالت الحكاية. نعم سيدي، المحبة هي اللي كتربح، والقلوب الطيبة ما كتضيعش. الله يفرحكم بحياتكم ويجمعكم مع اللي بغيتو في الخير.